الواقع بهالصورة هذه الشريعة راح تناقض نفسها، وحاشاها من أن تناقض نفسها. على كل حال، فلاقت قضية زيارة الحسين صلوات الله وسلامه عليه حرب عظيمة. هذه الرواية يرويها قصة يسردها الحسين ابن علي ابن أبي حمزة الثمالي رضوان الله تعالى عليه. جده أبو حمزة صاحب الإمام زين العابدين، اللي يروي عن الإمام زين العابدين عليه السلام ذلك الدعاء العظيم اللي يقرأ في ليالي شهر رمضان المبارك. حفيده الحسين ابن علي ابن أبي حمزة جاء لزيارة قبر الحسين عليه السلام أخريات أيام بني مروان، أخريات أيام بني أمية. وقتها كان الظرف صعب جدا، زيارة الحسين عليه السلام حظر على الناس. جاء من المدينة حتى إذا ما وصل إلى العراق، وصل قريب من كربلاء، نزل عند بني أسد ضيف عندهم، وبنو أسد جاءوا به ليلا، أوصلوه قريب من قبر الحسين، قالوا له قبر الحسين على بعد خطوات منك أمامك. فصار خطوات يريد أن يصل إلى قبر الإمام عليه السلام، اعترضه رجل قال له يا هذا ارجع إلى أهلك مغفورا لك. الحسين ابن علي ابن أبي حمزة يقول رجعت، خفت، قلت هذا لعله دسيسة من بني أمية من بني مروان، هذا طلع لي. بعد ذلك يقول قلت في نفسي هذا بعيد أن يكون دسيسة منهم، يقول لي ارجع إلى أهلك مغفورا لك. مغفورا لك هذه المفردة لا تجري على ألسنتهم. بعدين هذا ما ينتظر فيه، شافني وقد جئت لزيارة الحسين، يقتلني باللحظة يحبسني. يقول فرجعت، جئت مرة أخرى لقبر الحسين. يقول فاعترضني نفس الرجل قال لي يا هذا ألم أقل لك ارجع إلى أهلك مغفورا لك؟ يقول قلت له إني قد جئت من المدينة إلى ها هنا، هذه المسافة البعيدة قد قطعتها لكي أصل إلى قبر الحسين، أحظى بزيارته والصلاة عنده ثم أرجع إلى أهلي. يقول فقال لي إن موسى بن عمران قد استأذن ربه في 70,000 ملك، وهم الآن عند قبر الحسين عليه السلام، ولن يؤذن لك ما دام موسى موجود، وأنا ملك من ملائكة الله موكل بأن أمنعك وأن أمنع غيرك من الوصول إلى قبر الحسين ما دام موسى موجودا. يقول رجعت، انتظرت قد مدة إلى أن صار الوقت قريب من الفجر، جئت مرة أخرى فما منعني أحد، زرت الحسين ورجعت وأنا خائف. هذا محل الشاهد أنه منعت قضية زيارة سيد الشهداء صلوات الله وسلامه عليه، أنه قد لاقت حرب عظيمة. لكن مع ذلك في زمان الأئمة، شوفوا الأئمة